السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة طبعا انتوا عارفين النهاردة كانت وقفة عرفات، والكل صايم. كل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية بخير وسعادة، ويجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب. فأنا رحت جايبة نص كيلو كبد وقوانص، عشان أنا بحب الكبد والقوانص أنا وبنتي جدا. وطبعا ولادي بقى جبت لهم سجق. نزلت بمعلقة سمنة، معلقة سمنة، بس معلقة كنت مليانة يعني. وكنت طبعا محضرة بصل وفرماه في الكبة. هنا نزلت بالبصلاية، بصلاية كده من البصل يعني، عشان انا كنت عاملة كمية. حطيت يجي بصلاية وهشوحها على النار بعد ما تاخد لون. انا طبعا كنت غاسلة الكبد والقوانص وكده. طبعا كلنا عارفين مفيش حد ما بيعرفش ان هو يغسل الحاجة. انا بغسلها طبعا زي انتوا ما بتعملوا بالليمون كده يعني. وهنا كنت حاطه على العين التانية طبعا السجق عشان الاكل يستوي مع بعضه، عشان ايه الفطار. وهنا بقيت البصلايه كنت رحت حاطه عليها قطيتين وضربتهم في الكبه كويس، لان انا عيالي بتحب الصوص بتاع السجق جدا. يعني يمكن ما بياكلوش السجق زي ما بياكلوا ايه الدم اللي فيه، الطماطم بالبصل. طبعا حبه ملح بسيطه جدا. ده لا معلش، ملح هروح ادلقه في الحوض. وهنزل بشعرة فلفل اسمر بسيطه وحبه بهارات، مش هكتر عشان انتوا عارفين السجق اصلا بيبقى كله توابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. هنا بصلتي اهي ابتدت تعمل. هنزل بالقوانص عشان انتوا عارفين القوانص بتاخد سوا عن الكبده، واقلبها شويه كويس لحد ايه ما تبتدي تخش في السوا. وبعدها طبعا انتوا عارفين ان انا بعدها ايه، بعد ما بتخش في السوا شويه كده بروح نازله بالكبده بتاعتي وبقلبها كويس، وشعرة ملح وفلفل اسمر. وكان عندي حبة بهارات فراخ، حطيت برضو حبة صغننة قوي. هقلب بقى القوانص كده اهو. بصوا حطيتها طبعا الكبدة طبعا. وحبايبي ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. بصوا الجمال والطعامة، مش هقول لكم على الريحة الجميلة. يلا اشتركوا في القناة وشيصوني. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. انا اسفة. يلا بقى اعملوا سجق وكبدة، حاجة جميلة وحاجة خفيفة بتأكل بصراحة. بص اللي مشتركش في القناة اشترك في القناة. يلا مع السلامة.